بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية أن تقدم لكم دورة الشيخ ربيع السنة التأصيلية الخامسة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا بين إخواني في هذه البلدة، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض. فكلمتنا تتعلق حول حديث رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا الحديث جاء بعدة ألفاظ. قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر. وأيضا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حب الصائم من الطعام والشراب، حب الصائم من الطعام والشراب فقط، أي أن يناله الحب من منعه للطعام والشراب. وجاء في رواية أخرى: ليس له حظ من الصيام إلا ترك الطعام والشراب. هذا الحديث عباد الله يدلنا على أن الإنسان إذا صام يجب عليه أن يصوم صياما حسيا ومعنويا. فالحسي هو الامتناع عن المفطرات، وأما المعنوي فالواجب صون الجوارح من أقوال وأفعال عن المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمد به والجهل فليس لله حاجة من أن يضع طعامه وشرابه. أي من لم يترك قول الزور والعمل به. كل فعل محرم باطل، وكل فعل وكل قول باطل، فمن لم يتركها فإذا لا صيام له الصيام الحقيقي. فالواجب عليك أيها المسلم أنك تصوم صياما حقيقيا. الواجب أن تصوم جوارحك، تصون عينك عن الحرام، وكلامك عن الحرام، وأفعالك عن الحرام. لا تنظر إلا إلى حلال. اترك ترك المحرمات، اترك ترك التلفاز والمسلسلات والأفلام، اترك هذه الأشياء التي ترجع عليك بالوزر نعم. الواجب عليك أنك تتوب إلى الله في هذا الشهر الكريم وتحافظ على الصيام. ومحافظتك على الصيام أنك تبتعد عن هذه الأشياء المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وزكاة، ولكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته ويوضع في حسناتهم، فإن فنيت حسناته أخذت من أوزارهم فوضعت في أوزاره، فلا يبقى معه شيء من الحسنات فيقذف في النار. هذا هو المفلس. فيا أخي في الله، هذا شهر عظيم، حاول أن تكسبه. غيرك الآن تحت التراب وهو يتمنى أن يكون أدرك هذا الشهر.
ونسأل الله أن يرحم موتانا. غيرك منعه العذر، حبسه العذر، غيرك منعه أي شيء، المرض وما أشبه ذلك، فأنت في خير وبركة وعافية، أدركت شهر رمضان، تحمد الله الذي وفقك إلى إدراك هذا الشهر. اعمل فيه، هي نفحات يجب على الإنسان أن يتقرب بها إلى الله، نفحات من وافقها غفر الله ذنبه، وما أحوجنا إلى غفران الذنوب. نحن كثرت ذنوبنا ومعاصينا كثر، والله الذي نقدمه لله عز وجل لا شيء. فالواجب علينا أن نتوب إلى الله مما اقترفته من ذنوبنا. تذكر ذنوبك وذنوب الخلوات، تذكر هذه المعاصي التي اقترفتها والله عز وجل ساتر عليك. تذكر هذه الأيام يا عبد الله، الواجب عليك الرجوع إلى الله. حافظ على هذا الصيام حتى تنال الأجر، وإياك أن تكون ممن صار حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. قال فقل آمين، قال فقلت آمين. أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين، قلت آمين آمين آمين. لماذا يا عبد الله؟ رغم أنفه أي ألصق أنفه بالتراب، ألصق أنفه بالتراب، فألصقها نكاية وخيبة عما ذهب عنه يا عبد الله. فيا عبد الله ارجع إلى مولاك، حافظ على صيامك، لا يكون صيامك امتناع الجوع والعطش، وأما تريد كل شيء ترى وتريد الرفاهية وما أشبه ذلك. لا يا عبد الله، اترك هذه الأشياء، بل اقبل على الله عز وجل. حافظ على الصلاة، حافظ على القيام، حافظ على المكوث في المسجد، حافظ على إفطار الصائمين، حافظ على قيام رمضان وليلة القدر والاعتكاف، وحافظ على صيامك صياما حسيا ومعنويا حتى لا يذهب عنك الأجر وتحرم هذا الأجر والثواب. نعم عباد الله، فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل في أفعالنا وأقوالنا وأعمارنا وشبابنا. نعم، حتى لا يهجم علينا المرض أو يهجم علينا التعب أو يهجم علينا غير ذلك، ثم نكون بعد ذلك من المحرومين. فإياك يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان، قال: يؤتى بأناس معهم حسنات مثل الجبال، فيقول الله لها: كوني هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ صف لنا. خابوا وخسروا. قال: هؤلاء الذين يأتون بصلاة وصيام ولهم حظ من الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني يصلي ويصوم ما شاء الله ويتصدق ويقوم ولو حظ من الليل ويتكلمون بألسنتنا، ثم بعد ذلك ماذا؟ لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا وجد فرصة للزنا زنا، أو لاقى عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية، أو شرب الخمرة أو فعل المنكرات ما يبالي، ويتقرب إلى الله بالطاعة ولهم حظ من الليل، يعني ناس قوامين. يا سبحان الله. فيقول الله عز وجل لها: كوني هباء منثورا مثل الريح فتذهب. ما سبب ذلك يا عبد الله؟ سببه الذنوب والمعاصي. الله عباد الله، الواجب علينا أن نحافظ على حسناتنا، لا سيما نحن في هذا الشهر الفضيل. الواجب علينا أن نحافظ ونحمد الله وندعو الله دعاء المضطر أنه وفقنا لإدراك هذا الشهر وإحنا على صحة وعافية الحمد لله، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا جوارحنا وأن يحصننا من الحرام. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيرا.